السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تأمن للنادي الأهلي حتى في البلاس 90، سواء في الصفقات أو في المباراة. تعالالي ولا نوطي صوتنا بس عشان الناس نايمة. تعالالي وصلي على النبي. ولو انت اهلاوي اكتب عاش الاهلي، ولو انت زملكاوي اكتب عاش الزمالك، لان الحلقة النهاردة نارية ومن العيار الثقيل، وما هنش عليها تنام من غير اخبار حلوة. ما هنش عليها اطلاقا، ما هنش عليها خالص. فرزع اللايك وصلي على النبي يا كاريزما. وزي ما احنا قلنا وزي ما احنا متعودين، صلي على النبي وارزع اللايك واكتب عاش الاهلي او عاش الزمالك. ارزع اللايك يا كاريزما وصلي على النبي وتعالى. بقول لك ما هنش عليا تنام من غير ما تفرح. ما هنش عليا تنام يا كاريزما من غير ما تشوف السحنه الجميله دي والسحنه اللي زي العسل دي. ارزع اللايك. القلم راح فين؟ القلم يا جدعان، ثواني نجيب القلم. القلم يا جدعان، نجيب القلم بس عشان نحدد النقط اللي احنا ايه. بس يعقل بقى، انت لسه صاحي ولا ايه؟ روق كده، صلي على النبي. صلي على النبي يا كاريزما وتعالى تعالى تعالى. بيقول لك قبل ما نخش بس على البهاريز، بيقول لك يوسف اوباما كان ليه 5 مليون جنيه في نادي الزمالك وفسخ التعاقد بالتراضي والكلام الجميل ده. حلو حلو. رزعت اللايك. صلي على النبي يا عم. انا خدت بالي ان في ودني، والله خدت بالي. وترتوني والخبر النهارده موترني. ولكن قبل ما نخش في الخبر والبهاريز، هحكي لك على موقف كده ما بيحصلش الا في نادي الزمالك فقط لا غير. ما بيحصلش الا في نادي الزمالك. يوسف اوباما كان ليه 5 مليون جنيه، المفروض ان هو راح ياخدهم. فسخ عقده وتعاقد مع نادي بيراميدز والكلام الجميل ده كله. حلو حلو. يوسف اوباما اتصلوا بيه في نادي الزمالك، تعالى خد اللي حاليه علشان انت لاعب محترم ولاعب بتسمع الكلام ولاعب يعني ايه ما خدتش معانا كتير، فتعالى يا عم يوسف خد مستحقاتك. الراجل راح جاري عشان ياخد مستحقاته، وتنازل شاكرا عن 60% من قيمة مستحقاته. حلو. يوسف أمامة تنازل عن 60% من قيمة مستحقاته. قال لي 5 مليون. قال لك علشان خاطر نادي الزمالك وعشان الناس اتصلوا بيا وقالوا لي تعالى خد مستحقاتك، اتنازل عن 3 وهات 2. بعد ما تنازل عن 3 مليون قالوا له شكرا يا يوسف، شكرا انك جيت وشكرا انك حضرت، ونشكرك جدا 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 على تعاونك معانا في الفترة اللي فاتت. طب ايه طيب يا جماعة اللي حليح؟ في 2 مليون لحلوح. معلش بس الدنيا مزنقة معانا، ولكن كتر خيرك انك تنازلت عن 3 مليون. ان شاء الله ليك في رقبتنا 2 مليون جنيه والدنيا ايه ان شاء الله خير يعني. شكرا يا يوسف. سلام عليكم. وعليكم السلام. الراجل ليه 5 مليون، تنازل عن 3 منهم، راح ياخد الاتنين لحلوح. الاتنين مليون قالوا له ان شاء الله في الفترة اللي جاية ويبقى ليك عندنا 2 مليون. امال لو الراجل تنازل ليه؟ الاتنين مليون لحلوح. طب ايه الدنيا؟ طب ما فيش 50 باك وطب يمشي حاله بيهم؟ لا. يوسف اوباما ماشي من نادي الزمالك. بص عمال جايبين الراجل علشان ايه يتنازل، يعني جايبينه عشان يتنازل عن ال 60% من قيمه مستحقاته. ليه 2 مليون؟ قالوا لا ان شاء الله الفتره اللي جايه هنحاول نستلفهم لك، او بقول لك ايه تنازل عنهم بقى لاجل نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك. حاجه ضحك، حاجه اقل ما يقال عنها ان هي ضحك خام. والله عيب وما يصحش. طيب هنسكت؟ لا ما نسكتش، يمين بالله ما نسكت. تعالى لي علشان اقول لك على النقطة اللي جاية، وهي ارون بومبيزا ركب الزحلقة وقفل تليفوناته ومش جاي نادي الزمالك. يا عم يهديك يرضيك تعال. قال لهم يا جماعة لا معلش مش جاي قافل تليفوناته ومحدش عارف يتواصل معاه والدنيا سبانخ. نادي الزمالك معاه البطاقة الدولية، اي نعم. نادي الزمالك حاجز له الطيارة، اي نعم. ولكن ما بيجيش، ما بيتصلش، ما بيعبرناش
فبالتالي نادي الزمالك في حيرة من امره، يعني هتيجي تلعب مباراة السوبر ولا هنروح بمحمود بتناك وهنلعب مثلا بعمر فرج وارون بومبيزا ركب الزحليقة وهنلعب بكوندا مشلاك. كوندا مشلاك شكله برضه مش جاي، يعني مفيش اي اخبار عنه ولا اتعلن عنه. احنا طلعنا قلنا ان كوندا مشلاك جاي وما جاش برضه. وسيدي نضاي وصل القاهرة والدنيا زبادي في الخلاط. طيب لحد دلوقتي احنا عندنا 2 مجوش، كوندا مشلاك ده لسه ما وصلش وارون بومبيزا لسه ما وصلش، وربنا يسترها علينا بقى، لان لو الاتنين دول مجوش هتبقى ليله وليله، فربنا يسترها علينا ونادي الزمالك في مأزق وحيره من امر. طيب بعض الناس طلعت سالتني عن محمد الشناوي رافض يجدد مع النادي الاهلي، وبعض الفيديوهات الزملكاويه اكدت لك ان محمد الشناوي رافض يجدد وبيماطل. محمد الشناوي هيجدد مع النادي الاهلي زي ما احنا قلنا العصر ب100 مليون جنيه. محمد الشناوي مستمر مع النادي الاهلي. محمد الشناوي واكرم توفيق مستمرون مع النادي الاهلي، الاتنين هيمضوا عادي جدا. اكرم توفيق هو بس الدنيا واقفه على 2 مليون. 2 مليون، الراجل عايز 15 مليون علشان يفك زنقاته، وبالتالي النادي الاهلي عايز يمضي له على كام؟ على 13 مليون. فحته ال 2 مليون او ال 3 مليون دول عاملين ازمه مع اكرم توفيق، والراجل قال لك يا جماعه يعني سنس بس حركوها شويه، ما انا كده كده فئه اولى، فسووني بالفئه الاولى وهي 15 مليون. النادي الاهلي واقف لحد 12 واكرم عايز 15، مش فارقه كتير، يعني فرقها سهل، واكرم توفيق متمسك باللعب في النادي الاهلي، وبالتالي محمد الشناوي متواجد مع النادي الاهلي واكرم توفيق متواجد مع النادي الاهلي شكلا وموضوعا. طيب هنسكت؟ لا، نخش بقى على محمد علي بن 29 شعبان. بلاش محمد علي بن رمضان عشان بقى الناس اتضايقت منه، الناس بقى جضت منه، فخليها محمد علي بن 29 شعبان لحد ما يخلص الصفقة. طيب واقفة لحد ايه؟ النادي المجري سهل لك الدنيا اكتر واكتر واكتر بعد تواصل بعض من الوكلاء وبعض من رجال الاعمال. قال لك يا جماعة احنا كنا طالبين 3 مليون يورو، نزلنا لحد 2,400، والدنيا مع النادي الاهلي واقفة على حاجة معينة وهي الشرط الجزائي. وحتة ايه بقى الشرط الجزائي ده؟ كان مجلس ادارة النادي الاهلي مستاء منه بشكل كبير جدا. فبالتالي محمد علي بن 29 شعبان قال لك مفيش اي مشكلة بالنسبة لنا يا جماعة، النادي المجري يحاول يفوض ينزل الدنيا شوية. فالنادي المجري قال لك خلاص حتة الشرط الجزائي مش هنعمله، بتاع ايه؟ بتاع المليون يورو في حالة تأخير النادي الاهلي عن القسط. فبالتالي الشرط الجزائي نزل، وكابتن محمود الخطيب لحد دلوقتي العطلة جاية من عنده. كابتن محمود الخطيب الناس اتنازلت عن مستحقات كتيرة جدا، والنادي الاهلي قال لك ان اللحاليح جاهزة وفلوس محمد عبد المنعم موجودة واللحاليح حاضرة. فالعطلة جاية من مجلس ادارة النادي الاهلي وليس النادي المجري زي ما بيقال. طيب هل في صفقات تانية غير محمد علي بن 29 شعبان؟ هقول لك، خد الزتونة بقى والخلاصة من عند العبد الله، ولكن ارزع اللايك وصلي على النبي. بقول لك ما بيهونش عليا تنام زعلان، فعايزين نوصل الحلقة دي مع بعض ل 3-4 لايك اول 3-4 ساعات. ارزع اللايك، ارزع اللايك يا كاريزما. طيب على مسؤولية مين بقى الخبر ده؟ انا اول مرة اقول لك على مسؤولية كذا، على مسؤولية الأستاذ أحمد سعيد اللي بيطلع على قناة إيه أو على مثلا بيج الأهلي مباشر، عارفينه، مفيش أهلاوي ما يعرفوش. كابتن أحمد سعيد من ساعات قليلة جدا قال لك إن خلاص في صفقة رسميا فهميا نظميا خلصت. الصفقة دي في أنهي مركز؟ في مركز المهاجم. كابتن أحمد سعيد أو الأستاذ أحمد سعيد اللي بيطلع على الأهلي مباشر، راجل بص يعني انا من وجهه نظر الشخصيه بيطلع بقى، يعني البيج بتكذب اخبار وبتقول لك اخبار، فالراجل بيقول لك على مسؤوليتي الشخصيه وعلى مسؤوليه الاهلي مباشر النادي الاهلي خلص لك مهاجم. النادي الاهلي خلص لك مهاجم. طيب المهاجم ده لسه في تفاوض؟ قال لك لا، خلص رسمي، خلص رسمي فهمي نظمي، والبث خلصان، يعني مفيش دقايق معدوده. فالكلام ده انا ممكن اصدق الكابتن احمد سعيد،
يعني الاستاذ احمد سعيد راجل محترم، راجل مش هيطلع مثلا يضحي لك باسمه، ودي بيدج بتمثل النادي الاهلي، والراجل ده بيمثل ناس كتيره جدا من جماهير النادي الاهلي، والراجل قال لك مصدر موجود في النادي الاهلي وقال لي على الصفقه ان هي تمت بشكل رسمي فهمي نظمي. انا اول مره اقول لك ده شخص قال، ولكن على مسؤوليه الاستاذ احمد سعيد بتاع الاهلي مباشر طلع قال لك ان في صفقه ناريه مدويه في مركز المهاجم، في مركز المهاجم، ولكن ما افصحش عن اسمه، ولكن المهاجم اللي مطروح على النادي الاهلي بقوه وهو ساليتش. ساليتش متواجد مع النادي الاهلي، ساليتش وارد يوصل خلال ساعات قليله مقبله. ده ان كابتن او الاستاذ احمد سعيد صادق في كلامه. الاستاذ احمد سعيد بتاع الاهلي المباشر قال لك رسميا، قال لك ايه؟ قال لك رسميا فهميا نظميا، قال لك ان الصفقه تمت بشكل نهائي والاعلان عنها خلال 24 ساعه، هو الراجل حددها، قال لك خلال 24 ساعه قادمه السرينه هترن ويوا ويوا ويوا، يعني بكره. الراجل قالها لك بعضمه لسانه، رسمي فهمي نظمي، على مسؤوليه مين؟ الاستاذ احمد سعيد اللي بيطلع على الاهلي مباشر. البث لسه خلصان من دقايق، فخش اتاكد منه لو حابب. كابتن احمد سعيد او الاستاذ احمد سعيد قال لك رسمي فهمي نظمي من مصدر موجود داخل النادي الاهلي صفقه مهاجم خلصت بشكل رسمي على مسؤوليه الاستاذ احمد سعيد، يعني بكره بالليل. هل بقى ساليتش زي ما احنا كلنا متوقعين ولا حد تاني؟ الله اعلى واعلم، ولكن الاقرب للنادي الاهلي هو ساليتش. فارزع اللايك وصلي على النبي، ولو انت اهلاوي اكتب عاش الاهلي، ولو انت زملكاوي اكتب عاش الزمالك. يا ابن الاهلاويه كلهم صادقين، انا بنقل لك الخبر بناء على الراجل على اساس ان هو صادق، وبيدج كبيره، بيدج بتنتمي للنادي الاهلي، والاهلي اليوم خدها من كلامه وخدها على مسؤوليه الاستاذ احمد سعيد وقام نشرها عنده رسمي فهمي نظمي على مسؤوليه الاستاذ احمد سعيد. صادق يبقى الدنيا تمام وزي الفل لجماهير النادي الاهلي. الراجل طلع بقى بيعمل سبق وبيعمل ريتش، دي بتاعته هو بقى، وربنا مسؤول عن كلامه. انا بقول لك اللي اتقال بالظبط وبالنص من احد المنتمين للنادي الاهلي. يعني انا بنقل لك خبر على مسؤوليه الاستاذ احمد سعيد، صفقه المهاجم تمت بشكل رسمي. الراجل حتى ما مهدلهاتش وقال لك ايه ان الدنيا مثلا ممكن ترجلش شويه او تجلي، خلصت. هو قال لك خلصت رسمي بس ما اعلنش عن اسمه، ولكن بعد الكلام اللي طلع اتقال اللي هو ساليتش الاقرب للانضمام للنادي الاهلي، وده شخص بينتمي للنادي الاهلي، وده شخص كلمته اللي بتتقال على لسانه بصفه النادي الاهلي، فدي عقد، هو حر، هو حر. انا بقول لك الخبر صحيح ام لا. طيب انت من وجهة نظرك شخصية كاريزما، هل تعاقد النادي الاهلي مع مهاجم في الفترة الحالية والبلاس 90 انا شايفها ان وقت حاسم، وقت حاسم، خاصة ان انت داخل على مباراة سوبر مع نادي الزمالك. اي نعم نادي الزمالك لحد دلوقتي ما اعلنلكش الا على عمر فرج ومحمود بتناك وسيدي نضاي وكوندا مشلاك لسه ما جاش، وارون بومبيزا لسه ما جاش، وقال لك خلال ساعات قليلة مقبلة سوف يتم الاعلان عنهم رسميا. طيب هنجيلك خبر مفرح جدا 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 سواء لجماهير النادي الاهلي او لجماهير نادي الزمالك، ولكن ارزع اللايك وصلي على النبي، العدد اللايكات قليل جدا، فتقديرا للمجهود ارزع اللايك يا كاريزما وصلي على النبي. طيب مباراة نادي الزمالك مع الشرطة الكيني هتبقى يوم السبت الساعة 3 العصر، يقال انها تتذاع على بين سبورت مقفولة. حلو حلو. ومباراة النادي الاهلي مع جورماهيا بيقال برضو ان هي تتذاع على البين. مباراة دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية بتتذاع على البين، ولكن الخبر المفرح ان المباراة هتتذاع على قناة ابو ظبي المفتوحة. مباراة النادي الاهلي وجورماهيا ومباراة الزمالك والشرطة الكيني سوف تذاع رسميا على قناة ابو ظبي المفتوحة. وبكده نكون وصلنا نهاية كلامنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومبروك لجماهير النادي الأهلي
الصفقة لو صفقة ساليتش، فساليتش يعتبر إضافة قوية جدا للنادي الأهلي. لو ساليتش، فساليتش هيكون إضافة قوية للنادي الأهلي. أنت من وجهة نظرك شخصية ما هو تعليقك على صفقة ساليتش أو صفقة المهاجم أو صفقات النادي الأهلي، سواء عمر الساعي أو يحيى عطية الله أو يوسف أيمن أو أشرف داري؟ وهل النادي الأهلي يحتاج صفقات تانية أم لا؟ وبكده نكون وصلنا نهاية كلامنا، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى إن الحلقة تنول على إعجابكم. ولو عجبتك الحلقة كاريزما ارزع على اللايك، عايزين نوصل الحلقة دي لأقدر عدد من اللايكات خلال 3-4 ساعات. أتمنى إن هم يبقوا 3-4 آلاف لايك. تصبحوا على خير.